السلام عليكم خواتاتي، واش راكم؟ ان شاء الله يا رب العالمين كامل تكونوا بخير وعلى خير. هنا خواتاتي كما راكم تشوفوني جبت لكم بسس تاع المقلي اللي نعسلوه. المره اللي فاتت درت معكم بسس تاع الطاجين، وهذه المره درت لكم بسس تاع المقله. ناجح خواتاتي، طري معسل. واش نقول لكم؟ نروحوا مع بعض المقادير اللي هما: عندنا 3 كيلات ونص سميد متوسط، هنا كما تشوفوا فيه متوسط 3 كيلات ونص. الكيل اللي حبيتي تكيلي به كيلي به، بغيتي بالكاس بغيتي بالبول تاع الحريره. والنص اللي بقى خواتاتي تحبوا ديروه فارينه، تحبوا ديروه سميد رطب كما راكم تشوفوا فيا، رطب اللي نديرو به المعارك. هنا عندنا الملح، وعندي مركز تاع عطر ماء الزهر باش يعطينا ريحه شابه كما تشوفوا، قطيرات برك خواتاتي. وعندي مغرفه سكر صغيره باش تعطينا التحميره في المبسس تاعنا. وهنا خواتاتي نخلطوا المقادير الناشفين اللي درناهم، ونروح نجيب هنا خواتاتي تجيبوا سمن ذايب ولا زبده ذايبه وتكون بارده شويه. ما تعمروش الكيله كامل اللي عمرناها، خلوه 2 صباع وكملوها بالزيت. هنا خواتاتي الزيت راح يخلي لكم البسس تاعكم ما يتفتتلكمش في المقله، لانه لا درتو السمن وحدها ولا الزبده وحدها من تولوا تقلوا فيه حيولي يتفتت لكم في المقله، وانتم ما تقولوا بلي احنا عبرنا ودرنا الماء حساب ودرنا السمن حساب، علاه راه يتفتت لخاطرش نحيتوا عليه هذوك 2 مغارف تاع الزيت كما راكم تشوفوا. هنا بعد ما نبسوا الخليطه تاعنا مليح، نكونوا كيلنا الماء نص ماء ونص ماء الزهر كما تشوفوا. احنا باش تعطينا ريحه المقروط، من نولو نقلو فيه تعطينا ريحه المقروط. لاحظوا هنا نبداو نشمخو فيه بشويه، وخواتاتي غير بالاصابع ما نعجنوش، ما نبداوش نعركو فيه. لاحظوا كما تشوفوا هنا نكمل كامل هذيك الكيله تاع الماء تاعي. لاحظوا بالاصابع برك ونخليه يرتاح شويه كما تشوفوا هاكا. هنا كملناها، نخليه يرتاح شويه بلا ما درت الزيت يسخن ونوجد صوالح الاخرين. هنا راني جيت شوفوا هنا خواتاتي بعد ما شرب. لاحظوا هنا تصيبوني درت في الكاس تاع الماء حوالي 2 ملاعق ماء وملعقه ماء الزهر، هذوك باش نبلل بيهم وإلا الخليط تاعي نشف ليه بزاف كما تشوفوا. ندو كميه قليله ونبداو نخدموا نفس الطريقه تاع نبسس الطاجين خواتاتي، برك هذا يتقلى كما تشوفوا. هنا نحاولوا نبسطوه شويه، ما نرقوهش بزاف خواتاتي، لانه لا رققتوه بزاف حيجيكم يابس. نخلوه حوالي 1 سنتيمتر كما تشوفوا. نسقموا له كامل الجناب تاوعو. وهنا حبيتو تقطعوا بالموس ولا بهذا القطعه اللي راني نقطع بها. لاحظوا شوفوا خواتاتي السمك تاعو حوالي 1 سنتيم. وهنا خواتاتي تحسوه باللي بالك راه مشمخ فوق اللازم. هو خواتاتي من تكونوا تخدموا حطوا من الافضل والاحسن انكم تكملوا كامل الكميه اللي عندكم، وتعاودوا كي تحبوا تقلوا تعاودوا ترجعوا الاول الحبات اللي خدمتوهم هما الاولى تسيبوهم نشفوا عادي وشدوا روحتيهم كما راكم تشوفوا. لازم خواتاتي يجي كيما هكا يبان لكم باللي راهو جاري شويه، لانه راهو من بعد راح يزيد يقعد تكمل الكميه اللي عندك يزيد ينشف. الا درتيه ناشف من الاول راح يجيك يابس ويتفتت ثان في المقله كما راك تشوفوا. زدنا حوالي ملعقه كبيره تاع الماء نشمخ بها الخليطه تاعي. ان شاء الله خواتاتي تكونوا تفهموا على الشرح تاعي. هنا خواتاتي كتشوفوا فيه راني حاطاته باش ينشف شويه، ونكمل كامل الكميه اللي عندي نخدم ونحط. هذه العمليه ماشي غير تخلي الحبات ينشفوا، تسهل عليا حتى انايا الخدمه خصوصا للمبتدئات. ماشي ديري 5 حبات وتروحي تقلي، تعاودي ديري 4 حبات وتروحي تقلي، تصعبي الامور على روحك تعمري الدنيا كامل زيت.
لا، خدمي الحبات تاوعك كامل، ومن بعديكا غسلي يديك، حطي مقلتك تسخن وجدي شويه لحاتك الحسل قدامك، وبدي تقلي وتعسلي، خير من اللي تقلي وتعسلي وتزيدي تخدمي الحبات. هكا العمليه راح تجيك اسهل. كما راكم تشوفوا هنا خواتاتي، شوفوا والتشكيل تاعو كيما تحبوا نديروا داك الطابع تاع المقروطه ولا المدور كيما تحبوا. هنا خواتاتي اللي عندي حبوه كيما هكا، احبوا الحبه كبيره تبان باللي مبسس تاع بكري. كما راكم تشوفوا هنا نروح نكمل الكميه هذه اللي بقات لي ونرجعوا باه نقلو. هنا حطينا الزيت تاعنا على نار متوسطه تسخن، ما نخلوش الزيت تسخن على نار عاليه ومن بعد غير تحطوا الحبه راح تنصهد. هنا الزيت تسخن على نار متوسطه ونبدا نحط في الحبات تاوعي. ومن الاحسن خواتاتي تعاونوا روحتكم بهذاك اللي كنت نرفد به انا، لانه هذاك راح يرفد الحبه كامل ما يخليهاش تتعوج ولا تتكسر معاكم. نجيبو ثانيك واحد حسل صغير وحطوه في الصحن باش تعسلو، تخرجوا الحبيبات من المقله تحطوهم في الحسل باش يتشربوا مليح كما راكم تشوفوا. وهنا خواتاتي نصيحة مهمة انك ما تخليش المبسس تاعك يحمر بزاف في المقله، لانه لا خليتيه يحمر بزاف في المقله ورحتي تعسليه ماش راح يتشرب الحسل ويجيك يابس. نطيبوه خواتاتي كيما هكا ذهبي شويه ومع الحسل راح يطرى. ان شاء الله خواتاتي نكون نفيدكم بهذه النصائح لاني نقوله لكم. وهذه النصائح خواتاتي ماشي راني رافدتهم على وحده ولا لقيتهم لي وحده، هذا خواتاتي بالتجريب. هذه خدمه تاع 15 سنه في الكوزينه وانا هنا ندير في المبسس ماهوش غير من اليوم. ان شاء الله خواتاتي تجربوه وتعجبكم الطريقه اللي نخدم بها انا. هنا كل مره نديرو 4 حبات. ونصيحه خواتاتي واحده اخرى، انكم ما ديروش 3 حبات يبداو خلاص كيما حنا نقولوا يبداو يطيبوا وتروحوا تحطوا الحبه الرابعه في الزيت، لانكم راح تبردوا الزيت تاعكم والحبات راح يشربوا بزاف معكم الزيت. لازم كامل الحبات تحطوهم في نفس الوقت وترفدوهم في نفس الوقت. هنا كيما راكم تشوفوا لاحظوا خواتاتي اللون تاعو ما رانيش نخليه محمر بزاف باش ما يبسش معايا. وهنا كل ما نخرج كميه نعسلها وما نحيهاش من الحسل حتى كي نحس باللي اللي راه عندي في المقله طابت. كيما راكم تشوفوا كل مره هكا حتى نكمل الكميه كامل اللي عندي. هنا خواتاتي بعد ما كملنا وشوفوا خواتاتي كاع ما حمرتوش بزاف وشوفوا اللون تاعو ما شاء الله. وهذه الكميه اللي قطعتها لي خاطرش انا راني مكبره بزاف الحبه، لا صغرتوه تقطع لكم كميه كبيره على هذه. هذه ان شاء الله تعجبكم الوصفه اللي خيرتها لكم اليوم خواتاتي، وصفه تقليديه وكامل نحبوها، مثقبه تاعنا من بكري، احنا نقولوا مثقبه ودراجلي يقولوا مبسس. كما راكم تشوفوا شوفوا هنا خواتاتي من الداخل طايبه ومشربه الحسل حتى للقلب. لاحظوا وشوفوا خواتاتي تتكسر وحدها هشيشه كما راكم تشوفوا. هنا خواتاتي نتمنى تكون عجبتكم الوصفه اللي خيرتها لكم. وما تنساوش اختكم جام تعليق شباب كيما نتوما. هنا ما بقى لي غير نقول لخواتاتي خليكم في امان الله وحفظه. سلام.